سلطة سهلة وجديدة لكل المشويات. جربوها وهستنى تعليقاتكم. المكونات اللي هنحتاجها: بصل أخضر وبصلة متوسطة الحجم، ونعناع فريش حزمة واحدة، وبقدونس حزمة واحدة، وفلفل سواء حار أو فلفل رومي، وطماطم وليمونة وتوم فريش حوالي 5 أو 6 فصوص كده. والمفروض ان السلطة دي بتكون سبايسي حراقة، ولو مش حابينها تكون حراقة ممكن نبدل الفلفل الحراق السبايسي بالفلفل الرومي. هنفرم بقى كده في الكبة كل المكونات بتاعتنا دي على بعض، فرم يكون خشن شوية، مش عايزينها ناعمة. ودي النتيجة بالظبط اللي احنا عايزينها. بعدين هنا هنبتدي نقطع النعناع الفريش والبقدونس لقطع صغيرة عشان نضيفها على السلطة بتاعتنا. وده كده شكل السلطة بتاعتنا. هنضيف بقى هنا نص ليمونة، وهنضيف كمان معلقتين كبار من الخل الأبيض، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كمان من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقتين كبار زيت زيتون، تابعونا على طعمها ايه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم.